برشلونة على صدارة الليجا. واصل ريال مدريد انطلاقته القوية في الدوري الإسباني موسم من 2025 إلى 26 بعدما حقق فوزا مستحقا على مضيفه ريال أوفيدو بنتيجة من 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب كارلوس ترتيري ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا. افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل للملكي في الدقيقة 37 بعدما ترجم أفضلية فريقه، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 83 ليؤكد بدايته النارية بقميص الريال. وفي اللحظات الأخيرة اختتم البديل فينيسيوس جونيور الثلاثية في الدقيقة 93 وسط فرحة كبيرة من جماهير الميرينجي. بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط أسسون بهدف مبابي من ركلة جزاء. على الجهة الأخرى حاول ريال أوفيدو استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته الافتتاحية أمام فياريال من 0-2، إلا أن الفوارق الفنية الكبيرة رجحت كفة ريال مدريد. وتعد هذه المكي من 4-0 في كأس ملك إسبانيا. تاريخياً لم يحقق أوفيدو سوى انتصار واحد فقط في آخر 12 مباراة ضد ريال مدريد بالدوري. تشكيل ريال مدريد أمام أوفيدو: حراسة المرمى كورتو، الدفاع كاريراس، هاوسن، روديجير، كارفاخال. الوسط جو الفوز. يواصل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بقوة، معتمدا على تألق نجمه الجديد مبابي الذي يبصم سريعا على بدايته التاريخية في الليجا.